قررت جمهورية الإكوادور اليوم الثلاثاء تعليق اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983 مع فتح ما يسمى بسفارة سنة 2009. وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد خلال مباحثات هاتفية نظيرها المغربي ناصر بواريطة بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو. ويندرج قرار الإكوادور في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأمريكي اللاتيني.